لا تحقرن صغيرا فإن الجبال من الحصى. أعرف راجل كل 3 4 سنين يسفر مراته سفرية واو مفيش بعدها اتنين. للأسف خلال التلات أربع سنين هو مبقاش موجود، بس يجي بعدهم يقولها تعالي بقى أسفرك وأوديكي في أحسن حتة في العالم. وأعرف واحد كل شهر بيجيب لمراته حاجات بسيطة جدا، وردة تفرحها، أكلة تبقى تبسطها، خروجة بسيطة جدا على النيل من غير أي تكلفة، كلمة حلوة كل فترة، بس موجود متواجد. تخيلوا مين علاقته ناجحة أكتر؟ أكيد الشخص اللي كل شهر مستمر في عطاء، مستمر في حاجات بسيطة يبني بيها رصيد كبير جدا، وقت الخناق يجي الرصيد ده يسد فجوة الخناق. ودايما دايما أقول في أي علاقة القليل الدائم أحسن 1000 مرة من الكتير الكبير أوي الواو بس منقطع تماما وأنت مش موجود. ما تنسوش تجددوا علاقتكم كل فترة بسيطة مش كبيرة، عشان وقت الخناق هو ده الحاجة اللي فعلا بتهون العلاقة.